اللي هو الحبس الثاني. خلصنا الحبس الثاني، العزل دلوقتي وقعد في البيت. فهي دي المشكله. فهيشتغل ازاي؟ ده هيطلع ازاي؟ يعني ده هيطلع ازاي؟ لكن ده زي ما استاذ مصطفى خراني بيتكلم، لو فرع زي ده اتعمل وانا رحت فتحت على اول 5000 عضويه بس ب 100,000 جنيه، انا بسم الله الرحمن الرحيم 500 مليون جنيه. خلاص مش مشاكل كلها اتحلت. فيبقى كده هم مش عايزين يحلوا مشاكلك، يبقى انت كده مش عايزينك تحل مشاكلك بشغلك اللي انت بتقول عليه. انا ما بجيبش تجربه من بره يا استاذ رجب، هي دي القصه. كريم ده انت بتحط علامه استفهام كبيره يا كريم. معلش بقى انا هعمل ايه؟ انت بتحط علامه استفهام كبيره جدا. ما هو مش ده الواقع يا ريس؟ الله، انت النهارده كل ما بتيجي تبدا تعمل حاجه قضيه تطلع لك من تحت الارض. نعم. قضيه بقى لها 4 سنين. يعني كلام 5 و6 كمان. ولو اتسحبت الارض الجماهير اللي غير واعي هيمسك في مرتضى منصور، هيقول لك هو اللي ضيع الارض. اتفضل يا استاذ محمد. فاحتراما لانفسنا مش هنجاوب على علامه الاستفهام. مش هنجاوب ليه؟ لان الكلام هيبقى كلام خطير جدا. لا ماشي خلاص، كلام خطير جدا. يعني يبدو ان المنافس له اصدقاء اقوياء جدا، وهو المنافس هدفه ان انت تفضل كده، هو مبسوط كده. ما هو المفروض هو الزمالك بص شوف، اولا هم عايزين رئيس للزمالك مستأنس. قيود. بلاش قيود دي بقى، خليه مستأنس يقول حاضر ونعم. عشان قيود دي مش في ناس كده ايه يعني مستواها الشعبي يفتح جنينه مش هتعرف يعني ايه قيود. هيفتكروها كتكوت ولا بتاع. لا احنا مستأنس بتاعنا. يعني ايه؟ يقول حاضر ونعم. يبعت لنا بوكيه ورد، يبعت لنا برقيه تهنئه بتاع. انا لا مانع ان احنا نبعت ونهني بعض وكل حاجه، بس لما نبقى على قدم المساواه، لما نبقى في نديه، لما نبقى في تبادل محبه متبادله. لكن مش انا احبك وانت تديني على دماغي. مش ده المطلوب. احنا الزمالك على راسه رئيس نادي يكاد يكون الوحيد في مصر اللي دايما يمد ايده لخصومه. اللي دايما يقول نبدا صفحه جديده. ومع ذلك مفيش حد بيتهاجم قده. النهارده رايح الفيفا، قضيه تطلع الصبح. النهارده قدم الفيفا، الحكم يطلع. مع احترامنا للنيابه وللمنظومه القضائيه كلها، واخد بالك، انما المشكله في مين اللي بيحرك الورق. واخد بال حضرتك، مين اللي بيحرك الورق؟ النيابه قدامها ورق ما لازم تتحرك. القضاء قدامه قضيه ما لازم يحكم فيها. اكيد طبعا. فمين اصلا اللي بيحرك الورق يا كريم؟ مين اللي عاوز المستشار ينشغل دايما، لا يعرف يعمل فرع ولا يعرف يجيب لعيبه ولا يعرف يدي الموظفين مرتباتهم؟ في حد في ايد خفيه. عايزين نعرف مين هو. لا استاذ محمد، انا بقول لك اتكلمت انا اكمل انا قاري تاريخ نادي الزمالك كويس. وشفت مثلا موقف كابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه. ده زعق للكابتن عبد الرحيم محمد كملوا الماتش بتاع هدف حسن شحاته. محمد حلمي لا هو استاذ محمد كابتن محمد حلمي اتصل قالها، بس هو حكى على الكابتن عبد الرحيم محمد ان زعق له قال له انزل كمل الماتش. المستشار مرتضى منصور اول مره يعني انبي يبقى عنده دم اكتر مننا، ما انبي قاعد قال لك مش هلعب الماتش. يعني في خطا مش زي بتاع حسن شحاته خالص. ولكن انبي صمم لسه من يومين مش هيلعب الماتش. يعني كل لعيب حتى عنده دم يقول لك ازاي المشهد دوت واكمل الماتش. احنا ياما سوري يعني خدنا وكملنا. المستشار مرتضى منصور في كذا واقعه لبن كل الجماهير انسحب ما تكملش انسحب، ولما بيعمل حاجه يتناسوا ويقول لك بس الفاظه مش عارف ايه. بس يعني هو كابتن احمد بلال لما يخرج عن النص، وكابتن باشمهندس خالد مطاجي يخرج عن النص، كابتن مدحت شلبي لما قال له اعمل يا جوزيه بالعربي كل ده عدى. وحصل كابتن احمد شوبير قام هجم على مش عارف ايه، وده كل ده حصل. لكن هو رمز كل ما يحصل حاجه بس المستشار مرتضى ودايما حاملي مباخر الاخلاق بيدخلوا من الدخل دي. صح. يرضيكوا من الكلام دوت، يرضيكوا مش عارف ايه. صح. بص يا كريم، انت امبارح يمكن اتكلمت في حته مهمه جدا، ان الزمالك لما كان صاحب قرار نفسه من 2015 عنده رئيس بيعرف يجيب الاموال كويس. عنده دخل كبير جدا. قدر ان هو يعمل انجازات. صح. قدر ان هو يعمل انجازات، قدر يحول نادي الزمالك من
يمكن الاستاذ محمد قال بلاش كلمه خرابه دي، يمكن من مركز شباب الى نادي عظيم في صالات عالميه جدا تقوم فيها بطولات عالميه، صاله الجمباز وصاله الكاراتيه وصاله الجودو وصاله تنس الطاوله والحدائق اللي احنا شفناها دي كلها